في عرض البحر الأبيض المتوسط على بعد حوالي 60 ميل جنوب مارسيليا، شوية صيادين طليان بيلعبوا كوتشينة على مركبهم ومبسوطين رغم المطرة اللي بتهطل بغزارة في آخر الليل. واحد منهم سكران بيطلع عشان يرمي حاجة في البحر، لكن بيلمح خيال غريب عايم ناحية المركب. بمساعدة الباقيين بيسحبوا الجثة على المركب. ده راجل مغمي عليه بس عايش بطريقة ما. الرئيس جان كارلو بيبتدي يعتني بيه على انفراد، بيطلع رصاص من جسمه وكمان بيشد جهاز صغير مزروع في وركه. لما بيبص عليه كويس بيطلع نور أحمر وبيعرض تفاصيل بنك في سويسرا. يا سلام سلم! فجأة الراجل بيفوق ويهجم على جان كارلو متلخبط ومش فاهم حاجة. جان كارلو بيحاول يهديه على قد ما يقدر وبيأكد له انه مش ناوي على شر. الراجل مش متزن وباين عليه انه فاقد الذاكرة، حتى اسمه مش فاكره. بيرجع يغمى عليه تاني قبل ما جان كارلو يقدر يسأله أسئلة أكتر. في مقر المخابرات الأمريكية في لانجلي فيرجينيا، العميل زورن بيرجع يقدم تقرير لرئيسه الكبير وبيأكد فشل المهمة. نرجع للمركب. الراجل اتحسن شوية وبدأ يساعد في الصيد والشغل اليومي. أسبوعين بيعدوا بس لسه مش فاكر هو مين. بيتكلم لغات كتير، بيعرف يقرأ ويكتب بطلاقة، وبيعمل مهام معقدة بس مش عارف بيدور على ايه. في الآخر بيوصلوا البر. جان كارلو بيديله فلوس وبيشجعه يروح سويسرا. بيركب أتوبيس ولسه مش فاكر أي حاجة عن هويته. بالليل بينام على كرسي في جنينة، بس بيقرب منه ظابطين وبيطلبوا منه بطاقته وبيقولوا له الجنينة مقفولة. ويا للمفاجأة بيرد عليهم بألماني فصيح. لما ظابطين بيتغاظوا بيتصرف بغريزة وبينزع سلاحهم بسرعة ومهارة غير متوقعة. راميهم على الأرض ومصوب عليهم مسدسه. مذهول من ردة فعله بيرمي السلاح ويهرب. في مكان تاني مجموعة مسؤولين كبار في الحكومة بيسمعوا تسجيل لوومبو سي، شخصية سياسية بتدعي إنه الجهاز حاول يغتاله. بيهددهم إنه هيكشفهم في كتاب بيفضح عملياتهم في أفريقيا إلا لو رجعوه للسلطة في خلال 6 شهور. بعد الاجتماع وورد أبوت بيسأل كونكلين على انفراد عن المحاولة الفاشلة. كونكلين بيعترف إنهم فقدوا الاتصال بالعميل بتاعهم، بس بيأكد له إنهم شغالين عشان يستعيدوا السيطرة. في نفس الوقت الراجل بيوصل البنك السويسري وبيسأل عن الرقم السري المرتبط بالجهاز. بعد ما بيدي رقم الحساب بياخدوه لخزنة. مسح بصمة صباعه بيدخلوا أوضة خاصة، وهناك بيستلم صندوق أمانات. جوه الصندوق بيلاقي باسبور مكتوب عليه جيسون بورن وعنوان بيته في باريس. تحت الغطا الأولاني بيكتشف رصات فلوس، مسدس وباسبورات كتير بأسامي مختلفة بس كلها صورته. بيحط كل حاجة ما عدا المسدس في شنطة حمراء ويمشي. قبل ما يخرج بيسأل الموظف عادي آخر مرة زار فيها البنك إمتى، وبيعرف إنها كانت من 3 أسابيع. من غير ما يعرف راجل كان بيراقبه بيتصل بمجرد ما بيطلع بره. بون بيروح لكابين التليفون عشان يعمل مكالمة، بس بيحس إن حد بيراقبه. بيتصرف بسرعة وبيدخل السفارة الأمريكية وبيوريهم الباسبور الأمريكي بتاعه. الرجالة اللي كانوا ماشيين وراه مش بيقدروا يدخلوا جوه عشان حدود الاختصاص. وهو واقف في الطابور بون بيلاحظ ست اسمها ماري متضايقة عشان طلب التأشيرة بتاعها. لسه واخد باله بيخرج من الطابور، بس الأمن بيوقفه. بيرفع ايديه كأنه بيستسلم، وفجأة بينقض، بينزع سلاح الضابط وبيعمل فوضى. مسدس الضابط وطالع يجري على السلم. نزل مسؤول تاني وخطف منه اللاسلكي. الإنذار ضرب وفرق الأمن بتتحرك. قطع خطة الإخلاء من على الحيطة ولف من الزاوية. ماشي ورا الخريطة ووصل للدور أخير وخرج من شباك جانبي. لقى نفسه قدام نزلة تخض، فطلع على سور حديد بيحاول يتسلق الحيطة. يا خسارة، السور فلت منه، بس لحق نفسه في آخر لحظة ومسك في حرف السطح عشان ما يوقعش. الشنطة بتاعته بقى نزلت خبطت في الأرض. نزل بالراحة ومتعلق في حرف السطح بالظبط. لما الأمن فتحوا الباب من فوق بصوا بسرعة ما لقوش حاجة ومشيوا، ما يعرفوش إنه مستخبي تحتهم. بالراحة واحدة واحدة بورن بيتسلق الحيطة وعرف يوصل للأرض. جري على طول على شنطته وهرب. في نفس الوقت زورن وصلوا خبر من مصدرهم في البنك وبلغ كونكلين بمكان بورن. كونكلين بدأ الرد بسرعة. بره بورن شاف ماري جنب عربيتها ويعرفها في ساعتها. عرض عليها 10,000 دولار عشان توصله باريس. افتكرته بيهزر، بس وقفت لما رمى الفلوس عليها ووعدها ب10,000 تانيين لما يوصلوا. وعربيات الشرطة بتعدي، بورن خبى وشه فبدأت تشك فيه. ما اداش أي تفسير ووافقت في الآخر على الصفقة عشان كانت محتاجة الفلوس. يعني هتخسر إيه؟
في CIA كاميرات المراقبة أكدت وجود بورن في السفارة. زورين بلغ كونكلين الأمر بتفعيل كل العملاء في العالم، عايزه يتصفى. العملاء اتفعلوا، البروفيسور في برشلونة، مانهايم في هامبورغ، وكاستل في روما. على الطريق ماري عمالة ترغي عن مشاكلها لحد ما خدت بالها إنها بتتكلم من ساعة ما ركبت. بورن قال لها تكمل، واعترف إن سماعها بيهديه. اللي بيرفع من روحها المعنوية. بتسأله بتحب تسمع مزيكا ايه؟ بس كينج بصراحة مش عارف، شك في اي حد مستعد يدفع مبلغ كبير كده عشان مشوار، فبتبدأ تستجوبه. كينج بيحكي عن فقدانه للذاكرة، بس ماري مش مصدقاه قوي. في CIA صورة مراقبة جديدة بتظهر كينج مع ماري، بسرعة بيتعرفوا عليها، وكونكلين بيطلب تقرير كامل عن خلفيتها وخلفية عيلتها عشان يعرف ايه علاقتها بكينغتا. صورهم بتتبعت لتريدستون سيف هاوس في باريس، وهناك نيكوليت عميلة ميدانية بتبعتهم. كينغتا وماري بيقفوا في مطعم، بيحاول يشرح لها قد ايه وضعه حقيقي، بيوريها الباسبورات وبيسألها ايه نوع الشخص اللي عنده خزنة مليانة فلوس وباسبورات ورقم حساب مزروع في جسمه. بيقول لها اول حاجة عملها لما دخل المكان انه بص على المخارج. ماري بتعتبر ده عادي عشان هو كان مضروب بالنار، بس بعد كده بيكشف لها انه حفظ كل ارقام اللوحات اللي بره، وعارف اقرب مكان ممكن يكون فيه سلاح مخفي، ويقدر يجري نص ميل على الارتفاع ده قبل ما ايده تبتدي ترتعش. هو مش فاهم ليه عارف كل ده، بس مش عارف هو مين، وده بيخلي ماري مش عارفة تقول ايه. بيوصلوا باريس تاني يوم الصبح، ماري بتصحى بتلاقي كينغتا صاحي واخيرا نام شويه. بيوصلها للعنوان اللي في الباسبور بتاعه وبيديها باقي $10,000. بيدعوها تدخل معاه عشان هو الشخص الوحيد اللي يعرفه في الوقت الحالي. بتفتح لهم الشغاله الباب وبتتعرف على كينغتا على طول. جوه الشقه هو لسه مش فاكر حاجه، بس بناء على شويه مستندات بيخمن انه كان بيشتغل في الشحن. ماري تطلب تدخل الحمام، وكينغتا بيستخدم التليفون عشان يتصل بفندق ويسال عن نزيل اسمه جيسون بون. مفيش عندهم اي تسجيل بالاسم ده. بيفتكر هويته التانيه في باريس، وبيسال عن جون مايكل كين. المره دي بيأكدوا وجوده، بس كمان بيقولوا له ان مستر كين مات في حادثه من اسبوعين، واخوه المفترض استلم لما حاجته كلها. بورن سأل لو كان في رقم اتساب، اخوه ساب رقم ولا طريقه عشان يعرف يوصله، بس مفيش. بورن اتقبض وقفل السكته وبقى صاحي ومفتح عينيه على الاخر. ماري نادت بتشتكي من الميه الساقعه، دي مش ميه سخنه دي تلج. بورن بص في المطبخ، اتاكد ان الميه ساقعه برضه، وبالراحه كده مسك سكينه، قرب من ماري بالراحه، بس هي طلعت، فقام رامي السكينه وراه بسرعه. هي لاحظت ان مزاجه اتغير وسالته في ايه، بس هو نفر لها. بعدها سمع حاجه بره وراح ناحيه الشباك. فجاه ضرب نار كسر الازاز. بورن اتفادى الطلقه بالعافيه لما كاستيل اقتنم المكان وبدا يهاجم. خناقه جامده قامت، بس غريزه بورن ومهاراته اشتغلوا، وفي الاخر قدر يغلب كاستيل. رمى شنطه كاستيل لماري وطلب منها تشوف فيها ايه وهو بيستجوب كاستيل. انت مين؟ ماري لقت صور مراقبه لبورن، وبعدين صور ليها هي. اتخضت وقعدت تزعق لكاستيل وتساله ليه عنده صورها، بس بورن مسكها وقال لها هو هيتصرف، انا هتصرف، خليك انت هنا. كاستيل استغل لحظه التشتيت ونط من الشباك، وقع على الشارع تحت وسابهم مذهولين. بورن عرف انهم ما بقوش في امان، فبدا يلم حاجته بسرعه. حس ماري تعمل زيه، بس هي اتجمدت من الخوف واتشلت من الرعب. مفيش وقت يضيعوا، بورن شدها وخرجوا. وهم طالعين لقوا الست اللي بتنظف مقتوله مرمية على كرسي واخدة طلقة في جبينها. بورن طلعهم المبنى بسرعة، بيتجنبوا الزحمة اللي اتلمت حوالين جثة كاستيل، بس واحد في وسط الناس خد باله منهم. في نفس الوقت نيكولات اتصلت بالCIA وبلغت كونكلين بموت كاستيل. في العربية بورن قال لماري تستنى، وهو بيدور على مكان يخبي فيه الفلوس. لا، بيلاقي لوكر في محطة القطر ويقفل الشنطة جواه كويس. لما بيرجع ماري بتكون اختفت، وده بيخضه. في الآخر بيلاقيها وبيزعق لها عشان ما سمعتش الكلام. هي بتشرح له إنها بس راحت تجيب حاجة تشربها وما فكرتش إنه هيرجع. بورن بيقول لها تاخد الباسبور بتاعه وتروح القسم قبل ما الدنيا تتبهدل أكتر، بس هي بترفض. هو بيصر إن ده الصح عشانها، وهو هيشوف هيعمل إيه، بس ماري مش عايزة تروح لوحدها. هو متضايق. بورن بيعترف إنه أصلا مش عارف هيقول إيه للشرطة. الناس اللي بيجروا وراه عارفينه، بس هو حتى مش عارف هو المفروض مستخبي من مين. هو محتاج إجابات. ماري بتشجعه يلاقيها وبتختار إنها تفضل جنبه. بيبصوا على خريطة. بورن بيلمح شرطة بتقرب، بيدي ماري فرصة أخيرة تمشي، بس هي بتربط حزام الأمان بتاعها بدلها. والشرطة بتقرب. هو بيجري بالعربية بسرعة، بيبدأوا يطاردوه، وده بيوصل لمطاردة عربيات طويلة ومتوترة. بعد شوية مناورات ذكية، بورن في الآخر بيعرف يفلت منهم ويركن في حارة مستخبية. بيقول لي ماري ما تجيش للعربية دي تاني عشان هيمسحها كويس عشان يشيل البصمات. بيقول لها تجيب طرحة عشان تتنكر بيها، وبيضيف إنها هتستخدمها لحد ما يجيب صبغة لشعرها. وبعدين بيطلع يدور على مكان يستريحوا فيه في مشرحة. ومبوسي بيكشف على جثة مايكل كين، وبيعرف على طول إن ده مش هو. الجثة ما فيهاش أي آثار طلقات نار. بعد كده
نيكوليت بتتصل بكونكلين عشان تبلغه إنه موبوسي مرضيش يستلم الجثة، وده مخلي كونكلين مش عارف هيتصرف إزاي بعد كده. في الآخر بورن وماري بيلاقوا فندق، هو بيساعدها تصبغ شعرها أسود ويقصه قصير. الدنيا بتقلب بينهم لما ماري بتقرب عشان تبوسه، وبيبدأوا يبوسوا بعض ومش قادرين ينكروا إعجابهم ببعض. تاني يوم الصبح مارا تصحى تلاقي بورن باصص لها، يقول لها انه مسح كل حاجة عشان الامير خلاص عايز يروح الفندق اللي مفروض كان نازل فيه باسم قابيل عشان يجيب سجلات الدفع، بس الموضوع معقد دلوقتي عشان قابيل ما بقاش عايش. في نفس الوقت ويمبوسي بيتقتل في بيته برصاص قناص، مدرس يعني، باين قوي ان ده شغل كونكلين. قدام فندق ريجينا بورن وماري بيراجعوا خطة وبتعمل تشيك كده، هي تدخل الفندق تعمل بالظبط زي ما كونكلين قال لها، بس موظف الاستقبال مش قادر يشيل عينه من عليها. بره في كابينة تليفون بورن بيتصل بيها زي ما اتفقوا، بس يتوتر لما التليفون يرن ومحدش يرد. فجأة تخبط على الإزاز بعد ما جابت السجلات أصلا، تقول له موظف الاستقبال صدق حكايتها إنها مساعدة مستر قابيل واداها السجلات لما طلبتها. بورن ينبهر وماري ما تقدرش تمسك نفسها من الضحك. في مقر المخابرات أبوت يقتحم مكتب كونكلين بخبر اغتيال ويمباسي. كونكلين بكل برود يقول أكيد بورن كمل المهمة اللي هو فشل فيها. يطمن أبوتس إن بورن هيتصل خلال 24 ساعة زي البروتوكول، بس أبوت عايز يعرف إيه اللي هيحصل بعد كده، وكونكلين يوعده إن كل حاجة هتتظبط. بورن يبدأ يتصل بالأرقام اللي في فاتورة الفندق من كابينة التليفون ويشطب عليهم واحد واحد. في نفس الوقت الشرطة تلاقي عربية ماري المهجورة، بس بعد 3 ساعات لسه ما لقوش بصمة واحدة. زورن بيبلغ كونكلين بالكلام ده والمدرس ياخد مهمة بعدها على طول. بعد ساعات من المكالمات بورن أخيرا يلاقي خيط مع سامويل رولينز من شركة تحالف الأمن في باريس. تاني يوم الصبح يروح المكتب وست تعرفوا على طول إنه قابيل وتوديه بالمدير. يتكلموا عن سفينة اتذكرت قبل كده، وبورن ياخد كام ملف. بره يأكد لماري إنه فعلا مايكل قابيل. بس برضو جيسون بو، ماري بتقول له إنها لقت جثة كين في المشرحة، وبتتسائل جثة مين اللي هناك لو هو كين. بيروحوا المشرحة وبورن بيدي رشوة لموظف عشان يدخلوا، بس لما بيفتحوا الدرج بيكون فاضي. التوربي بيجي وبيشرح إن الجثة اتاخدت الليل اللي فاتت. لما بورن بيضغط عشان يعرف معلومات أكتر، التوربي بيتضايق وبيصمم على الإجراءات. بورن بيروح المكتب عشان يمضي في سجل الزوان، بس بيقطع الصفحة قبل ما يمشي. بره ماري بتسأله هو بيدور على إيه بالظبط. بورن بيشرح إن وامبز راح المشرحة يدور على جثة كين، وبما إن اسم وامبز موجود برضه في ملفات أمن التحالف، بورن بيشك إنه لازم يكون عارف حاجة. بيوصلوا بيت وامبز وبيلاقوا الناس متجمعين بيعزوا في وفاته. بعد كده ماري بتحاول تقرا مقال في الجورنال عن وامبز، بس بتلاقي صعوبة في الفرنساوي. بورن بيقول لها المقال بيقول إن وامبز بلغ البوليس من 3 أسابيع إن الراجل حاول يغتاله على اليخت بتاعه، وادعى إنه طرد الراجل وضربه بالنار مرتين في ظهره. بمعنى تاني بورن هو القاتل، وده بيخلي ماري مش عارفة تقول إيه. وهم قريبين من الفندق بتاعهم بورن بيلمح كذا عربية البوليس بره، وبيقول لسواق التاكسي يقف فورا. بينزل هو وماري وبيبداوا يمشوا في الاتجاه المعاكس، وبيحذرها ان لعبتهم اتكشفت. ماري مش فاهمه هو عارف ازاي، فبون بيكسر شباك عربيه بوليس ويوريها النشره فيها صورهم. ماري بتتخض وبتمشي وبتقول مش عايزه ليا دعوه بيه تاني. بون بيوقفها وبيصمم انها ما ينفعش ترجع، وانهم يفضلوا مع بعض. لو انفصلوا ممكن هما الاتنين يتصفوا، وبيوعدها انه هيوصلها اي مكان هي عايزاه قبل ما يختفي من حياتهم للابد. في الوكاله كونكلين متغاظ من بوليس باريس اللي مش فاهم حاجه، وبيحاول يتوقع خطوه بورن وماري الجايه. عبد متضايق. ركز يا معلم، لسه بورن ما ظهرش، وبيفكر كونكلين انه لازم يواجه اللجنه. بس كونكلين مصمم ان بورن هو المشكله الحقيقيه، لو ما تخلصوش منه هما الاتنين هيقعوا. امر بتحريات شامله عن اقامه ماري. بعد ما قلبوا تاريخها وصلوا لكل الاماكن اللي عاشت فيها في ال6 سنين اللي فاتوا. كونكلين قال للفريق يراقبوا كل الاماكن دي عشان يشوفوا اي حركه. في نفس الوقت بورن بيوصل ماري لبيت اخوها من ابوها امين. بتدور تحت قص زرع على المفتاح الاحتياطي، بس بورن كسر الباب وخلاص. لما شاف زينة الكريسماس قال لها لازم يمشوا، بس امين وصل بالعربيه في اللحظه دي. ماري بتحاول تشرح لامين الموقف، وبتقول له ما كانتش تعرف انه هيكون موجود، وفاكره ان عادي يقعدوا يوم. امين وافق في الاخر وبدا يحضر العشاء، وماري بتساعده. بره بورن بيراقب ولاد امين وهم بيلعبوا في الجنينه. زي اي اخ كبير امين بهدوء بيسال ماري بورن بيشتغل ايه. قالت له شغال في الشحن. فضل يفكر اذا كان بورن كويس ليها ولا لا، واذا كانت مبسوطه، وهي اعترفت انها مبسوطه. بعد العشاء امين اداهم بطانيه. بورن اختار ينام على الارض وماري نامت على السرير. في المخابرات وصلهم خبر ان ماري كانت عايشه في البيت ده سنه 1997،
وأقرب مدينة هي ريون. كونكلين بيبلغ أبوت وهو واثق إن البيت ده هو أحسن خيط ليهم عشان بورن وماري مش هيقدروا يسيبوا البلد. في الليلة دي نيكولات بتقابل البروفيسور وبيتسلموا مهمة. رجعوا البيت أمين، ماري صحيت في نص الليل وما لقيتوش، قلقت وراحت تدور عليه ولقيته بيبص على العيال. قال لها بهدوء مش عايز يعرف هو مين تاني، مش فارق معاه عمل ايه، هو بس عايز ينسر كل حاجة. طلب منها تهرب معاه ويختفوا، معاه الفلوس وهيعرفوا يظبطوها، بس ماري مش متأكدة إذا كانت هتقدر تعمل كده. تاني يوم الصبح بيجهزوا عشان يمشوا زي ما وعد. في اللحظة دي العيال دخلوا بيقولوا الكلب بتاعهم اختفى. أيمن وافق يساعد في البحث، بس بورن حس بخطر على طول. سأل إذا كان الكلب بيهرب قبل كده، ولما أيمن قال له لأ، بورن قال له ياخد عيلته وينزلوا البدروم حالا. أيمن استغرب وافتكر إن ماري عملت مصيبة، بس بورن صحح له فهمه وأكد إنهم كلهم في خطر. رجع يلح على أيمن ياخد العيال وينزلوا تحت. لما أيمن شاف جدية بورن وافق. في الوقت ده ماري اكتشفت إن خطوط التليفون مقطوعة. بورن دور في البيت ولقى بندقية خرطوش. ماري بدأت تتخن أكتر وندمت إنهم جم أصلا، كانت خايفة على العيال، بس بورن طمنها وقال لها مش هيحصل لهم حاجة. طلع بره البيت وضرب نار في البعيد فعمل انفجار. الدخان غطى رؤية الأستاذ للبيت من مكانه اللي كان قناص فيه. برضه الأستاذ شاف بورن وهو بيتحرك ناحية الغابة وبدأ يتعقبه. ضرب نار بس ما جاتش فيه، وبعدين لما حاجته بسرعة وراح ورا بورن على رجليه. في قلب الغابة بورن ضرب نار في الهواء فطير سرب طيور، وده لخبط الأستاذ للحظة. وبعد لحظات توتر بورن شافه جاي فضرب عليه نار وجاب فيه، والأستاذ بيمد إيده عشان يجيب مسدسه. بورن ضرب تاني وعوره أكتر. بورن قرب منه وبدأ يستجوبه. الأستاذ اعترف إنه شغال لوحده زي بورن بالظبط. ذكر تريدستون، حاجة هما الاتنين جزء منها، بس بورن ما فهمش ايه دي. بورن سأل ايه تريدستون دي ومكانها فين، بس الأستاذ اتصدم إن بورن مش فاكر، وده واضح إنه نتيجة تريدستون نفسها. قبل ما يقدر يقول حاجة تانية الأستاذ وقع ومات وساب بورن متضايق. في البيت أيمن لم عياله بسرعة وبيجهزوا يمشوا المكان آمن. بورن قابلهم بره وادى لماري بابكوك الشنطة الحمراء مليانة الفلوس، وبيقول لها إنه خد منها 30,000 دولار. المطاردة وراها مش هتقف، وهو عايزها تكون بعيدة عشان تبدأ حياة جديدة. هي مش عايزة تمشي وبتسأله هيعمل إيه. بورن بيقول ببساطة إنه هيخلصها وبيطلب منها تمشي مع أيمن. بعد ما بيمشوا بالعربية بورن بيرجع البيت وبيدور في شنطة البروفيسور، بيلاقي تليفون وبيتصل برقم. نيكوليت بترد على المكالمة وبتحولها لكوكلين. زورنا زي ما البروتوكول بيقول، بيطلب الكود. أبوت بيتصنت على السبيكر بس محدش فيهم متوقع يسمع صوت بورن. بيقول لهم الراجل اللي بعتوه اختفى وعايز يعرف هما مين. كونكلين بيحاول يهدي الوضع وبيطلب من بورن يجي عشان يحلوا الأمور، وبيحذروا إن المطاردة عمرها ما هتقف غير كده. بيطلب من بورن يكلم ماري، بس بورن بيكذب وبيقول إنها ماتت، بيدعي إنها كادت مع الطلاق. بورن بعد كده بيقترح مقابلة عند كوبري بولنوف وبيدي تعليمات دقيقة. كونكلين لازم يجي لوحده، يمشي لحد نص الكوبري ويقلع الجاكيت بتاعه ويبقى وشه ناحية الشرق. قبل ما كونكلين يرد بورن بيقفل السكة. كونكلين بيقول لزورنا يجهزوا نفسهم لطيارة على باريس. أبوت بيشكك في خطته، بس كونكلين بيصر إنه هينظف كل حاجة زي ما وعد بالظبط. لما بيوصل كونكلين واضح إنه مش جاي لوحده، لابس جهاز لاسلكي، والعملاء بتوعه بيبعتوا تقارير عن أماكنهم وهو ماشي للنقطة المحددة. بورن بيتفرج من مكان عالي بمنظار وشايفه. كونكلين بيعمل زي ما طلب منه، بيمشي لحد النص وبينقع الجاكيت بتاعه. بعد ثواني بيجيله مكالمة من بورن وكل العملاء بيكونوا في حالة تأهب في أماكنهم. بورن ذكي كالعادة وعارف كل ده، بيقول لكونكلين إنه ماشي خلاص عشان هو كسر القواعد وجاب معاه دعم. قبل ما ينهي المكالمة بورن بيتسلل ورا عربية المراقبة وبيلزق جهاز تتبع وهو بيحط التتبع عليه. وهو راجع بالعربية كونكلين بيتصل بنيكوليت وبيأمرها تمسح أوضة لتريدستون وتنقل كل حاجة. في نفس الوقت مالهايم بيجيله مكالمة. بورن بيتتبع التتبع لحد لتريدستون. كونكلين بيوصل وبيزود الأمن قبل ما يدخل جوه. بيساعد نيكوليت تفرم ورق مهم وهي بتعمل مكالمة عشان تنزل حاجات من القمر الصناعي. بالليل بورن بيفجر جهاز جنب صف عربيات فبتصفر. الدوشة بتشتت الحرس فبيقدر يتسلق السور ويدخل المبنى من غير ما حد ياخد باله. أول ما الإنذار بيسكت النظام جوه بيبوظ، النور بيقطع، التليفونات بتموت. نيكوليت متلخبطة بس كونكلين عارف إن بورن جاي. بيمسك مسدس وبيتحرك بحذر في الضلمة. فجأة بورن بينقض عليه من ورا وبيجبره يوقع السلاح.
كونكلين بيسمع الكلام وبيحاول يتفاهم معاه، بس بورن بيزقه وبيطلب إجابات. عايز يعرف لو كونكلين هو التريدستون. كونكلين متغضب بيزق المسدس وبيزعق إن بورن اتجنن. بورن بيصر يعرف هو مين. كونكلين بيرد بوقاحة وبيقول له إنه ملك الحكومة الأمريكية، سلاح بايظ ب$30 مليون. بورن بيسأل ليه يستهدفوه عشان يقتلوه، بس كونكلين بيرد سؤال وبيسأله إيه اللي حصل في مارسيليا. من اللي فهمه بورن بيدرك إن كونكلين بعته عشان يخلص على ويمبوسي، بس كونكلين بيقول له كان ممكن يعمل كده في أي وقت. الخطة كانت تخلي موت ويمبوسي يبان إنه جاي من جوه حاشيته. بورن اتبعت عشان يكون لا يقهر عشان هو مش موجود أصلا. كونكلين بيسأل تاني عن اللي حصل في مارسيليا، بس بورن مش فاكر. كونكلين بيسخر وبيقول له إنه فشل وهيشرح له ليه. بيزعق إن بورن رجع جون مايكل كين للحقيقة ورتب اجتماع مع ويمبوسي ولقى شركة الأمن. كسروا المكتب وحتى اختاروا اليخت كنقطة ضرب. ده فجأة فكرني بحاجة، وبورن وكونكلين بيكملوا حكي كل حاجة عملها عشان يخطط للمهمة. فاكر لما تسلل لليخت ووجه المسدس على ويمبوسي؟ كان جاهز ينفذ الضربة، بس ويمبوسي كان ماسك طفل، ومنظر طفل تاني قريب وقف بورن مكانه. ما قدرش يدوس على الزناد. بدل ما يعمل كده نزل المسدس ولف عشان يمشي، بس ويمبوسي جري وراه وضربه طلقتين في ظهره. بورن وقع في البحر، وكده الصياد لقاه مغمى عليه. كونكلين فهم ان بورن استرجع ذاكرته، بس بورن قال له انه ما بقاش عايز يعيش الحياة دي. كونكلين اصر ان ده مش قراره، بس بورن هاجمه، اكد بكل قوة ان جيسون بورن خلاص ما بقاش موجود. قال له يبلغ رؤسائه بكده. لما كونكلين سأله هيروح فين، بورن حذره ان لو حد جه وراه تاني هيجيب الحرب لحد عنده، حرب قاسية وسريعة. من دلوقتي هو في صف نفسه. سمع صوت وشوشة من الراديو اللي على حزام كونكلين. بورن ضربه بقبضة المسدس لحد ما فقد وعيه. نيكوليت اتجمدت من الخوف، بس بورن مركز موجه مسدسه ناحية الباب. عميل اقتحم المكان وبدأ ضرب نار، بس بورن بسرعة سيطر عليه، خبطه في سور السلم. عميل تاني فتح نار من تحت بمدفع رشاش، بس بورن اتفادى الضرب. استخدم جسم الراجل المحبوس كدرع. بورن نط للدور الأرضي وقضى على المهاجم التاني في نفس الوقت. بالرغم انه تهز من الخبطة، بورن قام وخرج ومسدسه في ايده. كونكلين طلع متخبط ومسدسه في ايده، لقى فريقه واقع وبورن اختفى بره. بورن ماشي في الشارع في نفس الوقت اللي مانهايم بيجهز فيه بندقيته بهدوء قريب. كونكلين وصل عربيته، لقى مانهايم مستنيه. قبل ما كونكلين يتكلم مانهايم ضربه بالنار، وعشان يخلص الموضوع ضربه تاني، وكده أنهى. حياته اتقلبت في ثانية. في الوكالة زورن بيروح لعبد العال ويقول له المهمة تمت، وعبد العال يأمره يقفل كل حاجة. بعد شوية في اجتماع مع ناس كبار من الحكومة، عبد العال بيعلن إن مشروع تريداستون اتقفل عشان مكلف وما بيجيبش نتيجة، وبدل منه بيقترح برنامج جديد اسمه بلاك براير. في نفس الوقت ماري عملت لنفسها حياة ناجحة وبقت شحبة محل تأجير سكوتر. بيبص من شغلها وبتتصدم لما تشوف بورن واقف في المحل. بيبتسم ويسألها لو ممكن يأجر سكوتر، تسأله لو معاه أي إثبات شخصية. بيرد عليها إنه معهوش حاجة، وماري ما بتقدرش تمسك نفسها وتجري عليه وياخدوا بعض في حضن مليان حب. شكلهم كده هيكتبوا قصتهم بنفسهم